السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فلوج شوارع المعمورة بالنهار وبالليل، وكمان الكورنيش، وزي ما انتوا شايفين كده جمال البحر. والمكان ده بيبقى بالليل كله عجل، هو 24 ساعة يعني عجل، بس يعني لو الصبح شمس وحر فالأولاد بيبقوا في المية أكتر وفي البحر. بالليل بقى الهيصة كلها هنا بقى عجل وبيروحوا الملاهي. كمان السكوتر والموتوسيكلات بقى للسن الأكبر شوية. بجد يعني هي جميلة جدا بالنهار وبالليل، في كل أوقاتها المعمورة حلوة قوي. الشاطئ ده الشاطئ الخاص، التيكت بتاعه 125 للفرد، ولكن لو معاكوا كارنيهات بالمكان اللي انتم مأجرين فيه بيدوكوا الكارنيهات بتاعته. اما قدام شوية في شاطئ بعديه بخطوتين كده في شاطئ تاني، ده التيكت بتاعه 50 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الشرطة موقفة العربيات وبتفتشها وتحافظ على الأمن والأمان. كمان عشان يضمنوا ان مفيش حد داخل يعمل حاجة غلط جوه، او يعني بيضمنوا كل حاجة وكل راحة لكل الموجودين، إذا كان سكان أو مصيفين. ودي حاجة جميلة جدا، انت ما بقاش خايفة بيركبوا عجل بين الشوارع دي زي ما انتوا شايفينها دي، ما بكونش قلقانة لأن أمن 24 ساعة. والمراقبة أهم حاجة، بتبقى حفاظا على الجمهور. وكمان أقدر أطلع زي بصوا كده، النهار لسه بيبتدي يطلع وطلعت عادي مش قلقانة. ممكن اماكن تانية تكوني قلقانة لان انتي مش عارفة هل في فعلا رقابة على المكان ده ولا لأ. يعني لكن هنا 24 ساعة ما شاء الله. كمان النقطة بتاعة الشرطة اللي هي اسم منتزه تاني موجودة جوه المعمورة. دي حاجة يعني تريح جدا اي حد موجود، ما يبقاش قلقان من اي حاجة. هو نفس الفكرة بتاعة القرى السياحية، ولكن القرى السياحية بيبقى امن للقرى السياحية. اما هنا دي الشرطة في خدمة الشعب. انتوا طبعا باصين معايا على الشكل الجميل والشارع. الشارع جميل وهادي، ومفيش شارع منهم الا لما يكون فيه شجر وفيه خضرة. كل الشوارع دي مؤدية للبحر. بس الشارع ده اللي انا رايحة فيه هو بعيد عن البحر، انا ماشية فيه نوصل للسوق. المكان طبعا فيه سوق، والاسواق اللي هناك اسعارها والمحلات اسعارها شبه برا. يعني تروحي ما تاخديش معاكي اي حاجة غير الحاجات اللي هي الخاصية بتاعتك. ما شاء الله شكل الجامع جميل ازاي، ما شاء الله. يوم الجمعة بقى الصلاة فيه بيبقى جميل، هو فيه كده مساحة كبيرة واسعة قدامه كمان. صوته مع شكل الناس وهي بتصلي بجد حلو قوي. هنا كده في زهران ماركت، في اكتر من ماركت في المكان، كمان في سوق كبير. هنا كده دي الشوارع بقى الجانبية وكلها مؤدية للبحر برضو، كده طالع على البحر. وبرضو الناحية التانية ده كده مودي للسوق. الشارع ده في ظهر الجامع على طول في موجود السوق. السوق بقى ده شغال 24 ساعة. شكل الجامع جميل قوي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى السوق اهو. السوق برضو اخر الشارع بتاعه البحر، هتلاقوا البحر. يعني لو قاعدين على البحر وعايزين اي حاجة هتطلعي تعملي عيش بلحمة، تشوي سمك، تجيبي اكل جاهز من السوق براحتك جدا يعني. نسيتي حاجة، نسيتي فوطة، تطلعي تشتريها من فوق، برضو اسعارها شبه اسعار برا. كل حاجة موجودة جوه السوق، حتى الاسماك والفراخ واللحوم والعيش والفلافل والفول، يعني الطعمية يعني. كل حاجة موجودة. ده بقى فندق اسمه جويل، فندق قوات مسلحة. الفندق ده شغال من الصبح كده لحد الساعة 7:30.
مليان بقى كده كيدز اريا، يعتبر حاجات كلها اطفال يعني في السن الصغير. البسين كده طلعي له بالسلالم، وفي قاعدة كده قدامه، وكمان في كافيتيريا في الوش. بيبقى مشغل اغاني بقى طول الوقت، والولاد جوه المية مهتمين بيه زي ما انتوا شايفين كده. اضاءة حلوة، زرع وشجر، في ديكورات. المكان حلو بصراحة. الدخول فيه بيكون من على البوابة بتاعة المكان ب50 جنيه، والنزول البسين ب25 جنيه. بصوا بقى، دي كلها الشاليهات اللي موجودة آه، يعتبر في نص الكورنيش بتاع المعمورة. الشاليهات دي جاية بتدريجة كده عشان كل شاليه منهم يبقى شايف البحر مع المسطحات الخضراء. فحاجة جميلة يا جماعة. على فكرة بتتأجر صيف وشتاء، بتتأجر في أجازة نص السنة زيها زي الصيف، بس طبعا بتفرق في السعر، بيبقى أقل لأن الناس بتبقى واخداه مش مصيف. بيبقى بقى في واخدينه استجمام، في بيبقوا جايين عشان في ملاهي وفي عجل، وكمان مكان حيوي آه، مليان ناس. مش هتروحي مكان ساكت تغيري جو ومعاكي اولاد عايزين يلعبوا، تبقي مطمنه اكتر لما بيكون في مكان فيه حس ودوشه وكده. غير برضو القرى السياحيه شغاله شتاء بس، صيف بس سوري. لكن في الشتاء لو روحتي هتلاقيها هاديه، وتلات ارباع خدماتها بتبقى مش شغاله. يعني ما تلاقيش عجل برضو شغال، ما تلاقيش ملاهي فاتحه، ما تلاقيش حاجه. معمورة لا، معمورة عكس كل ده، شغالة صيف شتاء. الدنيا بتشتي تلج، والناس بتلعب في الملاهي والناس حاطة كراسي قاعدة تتفرج على المية في البحر عادي جدا. احنا اسكندرانية بنحب كده، بنحب اصلا الشتاء. يعني المطرة تبقى نازلة واحنا ماشيين كده لابسين جواكت ومتقلين، بس ماشيين عادي جدا. احنا طبعا في شهر 6 والدنيا مش زحمة قوي. بصوا بقى، هو ده الفندق بس بالليل. يعني في كمان كافيتريات وراه على طول، وفي برضو عجل، في كل حاجة اهي. دي تيكت النزول الحمام السباحة، وفي تيكت بره بقى على البوابة اللي هو ب50 جنيه الفرد. بقرب لكم اهو، بقرب لكم الصورة مكتوب فوق اهي القوات المسلحة، فندق القوات المسلحة. مهمة جدا. خميس وجمعة، يعني خميس وجمعة وسبت قليل شوية في الأيام كلها بتاعة السنة، طول السنة. بقية الأسبوع الدنيا بتبقى هادية شوية. دي كده شوارع برضو أو ممرات كده بين الشاليهات، مدخلاكوا كده على الكورنيش وعلى البحر بقى والعجل والهيصة كلها. دي كده شاليهات أرضي بحديقة. الحديقة بتبقى مشتركة يعني لكل الشاليهات اللي تحت. في كمان طفطف بيبقى مشغل برضو اغاني، والولاد تبقى مهيصة معاه.